ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. حابب اتكلم معاكم في نقطه مهمه جدا جدا جدا. كتير طلبه منكم الفتره دي عندها شعور محبط جدا ويائس، وعنده خيبه امل بالنظر للاجواء اللي من حوالينا. بنفكر كتير جدا العلم ده ملوش فايدة، انا بذاكر ليه؟ طب ما هما اللي بيهروا وبيقدموا هري للمجتمع حالهم احسن بكتير من حال المثقفين والمتعلمين. بيبدأ الشيطان يدخل في عقولنا افكار. انا ليه اتوجدت في الحياه؟ انا اتوجدت في الحياه عشان احقق مكاسب ماديه، انا اتوجدت في الحياه عشان احقق نجاحات ارضيه، ويهيئ للشخص ان هي دي الحياه، مع ان ده مش الحياة اطلاقا. انت اتوجدت في الحياة دي يعني تصنعت يدي اله قدير. ربنا خلقك وادالك فرصة ان انت تحيا في الارض دي، مش عشان تحقق مكاسب مادية بس ولا عشان تنجح لشخصك بس. انت في امور كتير جدا الله يسألك عليها. انت قدمت ايه للبشرية؟ انت قدمت ايه للناس اللي حواليك؟ يا ترى انت عمرك ده اللي انت اخدته كأنه امانة الله اديها لك، استخدمتها في ايه؟ هل انت قضيت حياتك دي كلها بلا هدف، بلا قيمة، بلا نفع للآخرين؟ الناس مقتنعة جدا دلوقتي بالمناظر اللي بنشوفها على السوشيال ميديا وعلى التيك توك والكلام ده كله، وهم بيجنوا مكاسب مادية من الابليكيشنز اللي على السوشيال ميديا دي ويغنوا بيها. فالكل بدأ يلجأ للقصص دي ويظن ان هي دي الحياة، دي وظيفتي، انا شغلانتي ان انا بقدم محتوى على فيديوهات على اي تطبيق من التطبيقات دي، هي تجيب لي الفلوس. اذاكر ليه؟ اهتم ليه بثانوية عامة اصلا؟ ما خلاص كده كده مش فارقة، مش هنجيب مجموع. اصل ده الدكاترة والمهندسين والمدرسين والمتعلمين وحالهم يصعب على الكافر دلوقتي ووضعهم المادي صعب جدا. هل هي دي الحياة؟ هل هي ده المنطق ان انا اتوجد في الحياه عشان احقق مكسب مادي؟ اختزلنا الحياه اللي الله خلقها وقدمها لنا ان احنا نحياها ونسعى فيها ونعيش ونرضيه ونعمل حاجات كتير جدا تخدم البشريه وتخدم اللي حوالينا، اختزلناها كلها في المكاسب الماديه. ده مش حقيقي اطلاقا، ودي خدعه وده كذب الشيطان بدا يصدره للناس ووصله لهم. كتير مننا وانا شخصيا بمر بفترات احباط واحس يا كل السعي ده اللي بسعاه وفي الاخر المقابل قليل جدا مقابل المجهود اللي بيتقدم. مع كل ده الحياه في الاخر انت مش هتطلع تاخد حاجه معاك وانت خارج او انت سايب الحياه دي. في حاجات معينه الله يسالك عليها، يقول لك عمرك ده قضيته في ايه؟ يا ترى انت قدمت طاقتك ومجهودك في ايه بالظبط؟ خدمت كام شخص؟ افدت كام شخص؟ غيرت تفكير كام شخص؟ ساعدت كام شخص ان هو يعيش حياه امنه، يعيش حياه كويس، يعيش حياه شخص فاهم الحياه وفاهم الغرض من تواجدك في هذه الحياه. الحياه مش للمكاسب الماديه، اي نعم الماده مطلوبه كي نحيا في استقرار، ولكن لما تتحول الحياه كلنا بنسعى وراء ماده. الا الله وصف المال ده انه سيد الناس بتعبده، المال وجني المكاسب ده هو سيد للعباده. فده مش صح وده مش منطق. حضرتك عندك مهمة جدا وعندك وزنة وأمانة في ثانوية عامة، محتاج تكون أمين. مفيش مبرر ليك ان انت تكون غير امين على سنة انت خدت فيها مجهود من اهلك وطاقة اهلك ومادة والفلوس وتعب اهلك، وفي الاخر تقولي اصل انا كده كده مش فارقة، كده كده العلم ما بيقدمش ولا بيأخر. يظل العالم في احتياج للمتعلمين، يظل العالم في احتياج للمثقفين. بدون الركائز للناس الامينة في العلم العالم ده مش هيقدر يكمل. لو كلنا اصبحنا مغنيين وممثلين ولاعيبه كوره، ما كانش في حد من دول كلهم هيعيش. بدون اطباء، بدون مدرسين، بدون مهندسين، بدون متعلمين لغات وبيدعموا بلدهم بسياحه، بثقافه، بكتاب، بناس بتدينا علم نحيا بيه للاخر. مفيش مبرر ان انت تكون غير امين في سنه مهمه زي ثالثه ثانوي. طلبه كتير من تانية ثانوي برضو بدات الاحباط من بدري. يعني ارجوكوا ما تظنوش ان الحياة هي مكاسب مادية وتنسوا الاغراض اللي الله خلقنا عشان نكون في الحياة لاجلها. ربنا معاكم، كونوا امنا، ما تنحطوش مع الانحطاط اللي حوالينا، ما تنجرفوش وراء الافكار التي لا تقدم شيء للاخرين. ما تبصوش على فلان ده حقق كذا، ده راكب عربية كذا، ده كاتب اسمه على العربية، ده حاطط رقم مميز على العربية. ماذا ينتفع الشخص ده لو ربح العالم كله؟ هيكسب ايه في الاخر وهو عند الله قيمته صفر؟
مادام هو شخص بعيد عن الله كل البعد. ربنا معاكم ويسندكم ويشددكم ويديكم من الامل والطاقه، ويبعد عنكم الاحباط واليأس والتفكير السلبي. ربنا معاكم. جود لك.